مبروك، الف الف مبروك. المنتخب المغربي كينافس رسميا على ميداليه من بين الميداليات، يا اما النحاسيه الفضيه والذهبيه، وحنا المغاربه كاملين باغيين الذهبيه. المغاربه كانوا حاضرين، المغاربه بينوا اليوم العزيمه ديالهم والقوه ديالهم والتصميم ديالهم على الفوز. واحد الحاجه باش نكونوا متفاهمين، كانوا اغلاط كبيره في هذه المباراه هذه، كانت تقدر تقلب النتيجه. غالبين بواحد، وشفنا بعض اللاعبين اللي كثروا من المراوغات، من شي حوايج زايده. هذيك هي فاش وصلنا 3-0 دير اللي بغيتي، ولكن 1-0 وتقدر تبدل النتيجه وتبقى نتايا تراوغ وتبقى تضيع الفرص هكاك، لا سمح لي. هادشي هذا هي نقدروا نديروه مع امريكا، ولكن مع شي وحده اخرى راه ما تعقلش عليك. والحمد لله ما وقعش شي مشكل، تماركا علينا شي بيت ويديروا التعادل. هذيك الساعات كانت تتبدل المباراه عاوتاني ونشوفوا وجه اخر لامريكا. امريكا اللي واحد السيد بغيت نجاوبه هنايا قال لك اسيدي كون كانت شي بلد اخر كون واخا، اما امريكا خاصكم تمشيو معاها بشي 6-0. يا شريف كون البلاد ديالك طلعات بعدا اللي ما طلعاتش كاع، كون هذيك الساعات كون وصلت للذهبيه، كون راه صافي عطاوها الذهبيه وقال لها صافي غسيري كما دايرين مع واحد ديك الملاكمه، كلشي خايف منها وهارب. يعني يكون المنتخب ديالك طلع كان ضروري غادي يخويو ليه كاملين ويقولوا ليه صافي خذ اخويا الذهبيه، حنا ما لاعبينش معاك، حيت غادي ينسحبوا كما كينسحبوا شي وحدين. نوض على سلامتك، سير تفرج مع راساتك، تمتع، شوف اللعب كي داير، شوف الدراري كيفاش كيلعبوا. اذا 1.5 مليون مبروك للمنتخب المغربي، ولينا كننافسوا على ميداليه، ولكن حذاري من دوك المحاولات الفاشله وداك التراويغ اللي ماشي في بلاصتو. بغينا يبقى الالتزام حتى لاخر دقيقه، والحمد لله اليوم شفنا منتخب اللي كيحمر الوجه، اللي ان شاء الله نقدروا ناخذوا شي ميداليه وما كرهناش. كل شيء المغاربه باغيين الذهب، بغينا الذهب. اذا مبروك الف مبروك.